السلام عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنوضحوا فيه السبب الحقيقي اللي جعل يمين يامال بأنه ما يختارش المغرب. الكل كيعرف بأن عناصر المنتخب المغربي الأغلبية فيهم حتى المدرب وليد الركراكي يعني تزادوا في دول أجنبية، لكنهم بطبيعة الحال اختاروا المغرب. والسبب بطبيعة الحال يعود للأم. الأم هي السر وراء كل هذا العمل هذا، والسر اللي جعل أن جميع هاد الشباب هادو وهاد النجوم هادو يختاروا المغرب. شيلا شيلا هي الأم، شيلا إلبانا هي الأم ديال يمين يامال. يمين يامال أو يمين جمال هو يعني من أب مغربي وأم من غينيا استوائية. بطبيعة الحال الأب مشى باش يدرس في إسبانيا، لكنه ما كملش الدراسة ديالو، ومن بعد الزواج ديالو اتجه لحرف أخرى. وبطبيعة الحال جعل ولده يلعب كرة من بداية 3 سنوات إلى غاية 5 سنوات. وفاش وصل ل7 سنوات بطبيعة الحال يعني طلق الأب مع الأم ديالو، ومن تم من 2012 باش طلقوا، وجعل أن يمين جمال يعني يعيش مع الوالدة ديالو هو والأخت ديالو. هاد القضية هادي جعلته باش يستقر في النواحي ديال برشلونة. ومن بعد في 7 سنوات التحق بلاماسيا، يعني فين يلعبوا البراعم ديال برشلونة. ومن تم شافوه المدربين ديال الفئات الصغرى ديال البارسا، والتحق بطبيعة الحال كما كلشي كيعرف بالفئة بالمنتخب والفريق الأول ديال البارسا، والمنتخبات بطبيعة الحال ديال إسبانيا من أقل من 15 سنة وأقل من 17 سنة وأقل من 19 سنة. وغالبا غدا الجمعة 1 شتنبر يتم الدعوة ديالو للمنتخب الإسباني، للمنتخب الإسباني الأول، لأنه جاتو وعود باش يلعب في المنتخب الإسباني الأول إلى اختار إسبانيا. وهنا كنرجعو للأم. الأم اللي يعني الأمهات ديال النجوم المغاربة هما اللي جعلوهم باش يلعبوا المنتخب الوطني المغربي. لذلك كانت ديك الصورة الرائعة للملك محمد السادس نصره الله مع أمهات اللاعبين، لأنه الأدرى والأعرف بالعمل اللي قاموا به هاد الأمهات باش يقنعوا الأبناء ديالهم باللعب في المنتخب المغربي. كما شفنا اليوم في الندوة الصحفية ديال وليد الركراكي، قال بأنه من 2010 وهما متابعين لامين جمال، لكن للأسف الشديد من بعد 13 سنة يعني ما استطاعوش أنهم يقنعوه. لو أن الأم ديالو كانت مغربية لكان يعني الالتحاق بالمنتخب الوطني المغربي بدون شك وبدون يعني تأجيل. لكن للأسف أن الأب لن يستطيع يعني إقناع الابن ديالو كما كدير الأم. هذا هو السبب الحقيقي وراء اختيار لامين جمال للمنتخب الإسباني.